السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الفل، صباح الورد، صباح الياسمين، صباح الرضا من رب العالمين. تعالوا يا جماعة نشوف الحاجة الحلوة دي بتتاكل جنب أي أكل. احنا هنعمل التومية، هنعملها بطريقة سهلة خالص وبحاجات بسيطة، مقادير بسيطة خالص من قلب البيت. دول 3 معالق 6 معالق نشا. ماشي، أنا عاملة كمية كبيرة، هحط 6 معالق. لو انتوا حابين تقللوا تعملوا نص الكمية. هتقلبيهم الأول على مية باردة، وبعدين تحطيهم من النار على ما يمتزجوا مع بعض، يبقوا ايه اكنك بتسويهم، وتشيليهم تركنيهم على جنب، تسيبيهم يبردوا خالص. هتجيبي 3 معالق زيت، 3 ربع كوباية لبن، 4 5 فصوص توم، لو عايزة تزودي تقللي زي ما انت عايزة. خلاص، وهتجيبي يعني ايه، انا حطيت حوالي 6 معالق مايونيز بالظبط. حطيت الخليط دوت في كبة في خلاط زي ما انت عايزة، تخلطيهم كويس ببعض طبعا، وهتظبطي الملح. ماشي، عايزه تقللي تزودي المايونيز، لكن الزيت واللبن والثوم، الزيت واللبن المقادير تعمليها مظبوطه. الثوم زي ما انت عايزه، المايونيز زي ما انت عايزه، تخليهم يختلطوا كويس في الكبه او في الخلاط، الحاجه اللي انت بتستعمليها يعني، لحد ما الثوم يختفي تماما. يكون الخليط النشا برد معاكي خالص، ما بقاش فيه اي سخونيه، لان هو لو انت عملتيه وهو دافي بيتقل بعد كده. عشان تظبطي القوام بتاعها لازم تتاكدي ان هو ايه، برد خالص خالص. تمام، انا هنا طبعا قعدت اخلط لحد ما ايه، ما بقى وصلت للحاجه اللي انا عايزاها، ما بقاش التوم باين نهائي. خلاص، وبعدين نزلت بالخليط اللي هو ايه النشا بالميه اهو، هحطه كده على اللي في الكب. 6 معالق نشا وشوية مية، وتقلبيهم كويس وتسويهم على النار، وبعدين تعملي الخليط اللي انا قلتلك عليه. تفضلي بقى تضربي، بصوا قوامها وريحتها وطعمها تحفة. احلى تومية سوري ممكن تعمليها في بيتك. عملت كمية كبيرة، لو حابة تعملي كمية اقل تعملي نص المقادير اللي انا قلت عليها. بألف هنا وشفا على قلبكم، لازم تجربوا الطريقة دي وتقولوا لي رأيكم ايه.